شرفة يتنفس منها القلب كلما حاصرته الهموم وخنقت أنفاسه. نور من لزمه أضاءت سماوات روحه وسمت إلى العلياء. ميثاق اطمئنان غفل عن الاحتفاظ به الكثير. بشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أستغفر الله أستغفر الله. الاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: يا إمام، نشكو جدب أراضينا، يعني ما في مطر. قال: استغفر الله. وجاءه ثاني قال: يا إمام، نشكو الفقر. قال: استغفر الله. وجاءه ثالث قال: يا إمام، ما عندنا أولاد. قال: استغفر الله. قال أحدهم للحسن: كلما طلب منك أحدهم طلبا رددت عليه نفس الجواب فقط الاستغفار؟ قال: نعم. ألم تقرأ قول الله؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أستغفر الله. لا تحل العقد إلا باستغفار، لأن ذنوبنا تحول بيننا وبين مطلوباتنا، فإذا استغفرنا أعطانا الله مراداتنا. الاستغفار أقرب طريق إلى الواحد القهار. الاستغفار أحسن سبيل إلى العزيز الجبار. من أراد رزقا أو انشراحا أو صحة أو مالا فعليه بالاستغفار. وأعرف بعض الإخوة مدمنين على الاستغفار دائما وأبدا حتى صارت لهم عادة. والذكر كما قال القاضي صاحب روضة السنين، قال: الذكر أوله كلفة وآخره ألفة. أستغفر الله من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدن. حسن الختام بأن ألقاه في عدن. يا رب.